مبرمج عبقري ابنه بيطلب منه يعمل لعبة الشرير هو بس اللي بينتصر فيها، فبينفذ اللي طلبه منه، وما كانش يعرف ان اللعبة هتتحول لحقيقة وهتكون السبب في تدمير حياته. ايه الحكاية بالظبط وليه اللعبة تدمر حياة حد؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة، فيلا بينا. بيبدأ الفيلم مع مبرمجة الألعاب جيني بتتكلم مع المستثمرين وبتعرفهم انهم في شركة بارون لألعاب الفيديو قدروا انهم يطوروا مستوى تصنيع الألعاب لحاجة كده بعد ال 3D بمراحل، عن طريق انهم استغلوا الترددات والأشعة الكهربائية من التليفونات والأقمار الصناعية والأجهزة الموجودة حوالينا في كل مكان. وكمان قدروا انهم يخلوا اللاعب جزء من اللعبة ويقدر انه يعيشها بكل تفاصيلها. وهنا بقى بننتقل للعبة فيديو من تصنيع الشركة، وبنشوف ان البطل في اللعبة هو صورة من المبرمج شانكر، وكأي قصة فيها بطل لازم يكون فيها شرير وبنت البطل بينقذها. وفعلا اللعبة بتكون تقليدية جدا، يعني البطل بيحارب الشرير علشان يفوز بالبنت. وعامة بنشوف باراتيك ابن شانكر وهو بيصحى من النوم في الفصل، ولما المدرسة بتسأله عن شغلانة أبوه وإن كان شايف إن أبوه بطل زي كل الأطفال اللي في سنه ما بيردش عليها. وعامة بنشوف شانكر وهو داخل للشركة، ولما بيوصل للمكتب المدير بارون بيكون متعصب جدا على كل الموظفين لأن آخر لعبتين فشلوا وما حققوش أي أرباح، وبيطلب منهم إنهم يبرمجوا لعبة تانية بسرعة علشان يعوضوا خسارتهم. وفي نفس اليوم بالليل شانكر بيرجع للبيت وسونيا مراته بتكون في استقباله. وعامة شانكر بيتعشى مع مراته وابنه وبيكلمهم عن لعبته الجديدة، فباراتيك بيقترح عليه انه يخلي الشرير في اللعبة الجديدة ما يتهزمش ابدا، لانه شايف ان الشرير لازم يبقى اقوى من البطل في اللعبة. وده بيكون عكس رأي شانكر بان الاهم في اللعبة هو القلب الطيب اللي اكيد هيكسب في اخر الجيم. فالكلام ده ما بيعجبش باراتيك وبيقوم وبيسيبهم. والصبح شانكر بيوصل ابنه للمدرسة وبيقول له انه عشان خاطره اللعبة الجديدة اللي هيبرمجها هيكون الشرير فيها اقوى من البطل، مع انه مش مقتنع بكده. وبيقول له بالنص: عندما تبيع روحك للشيطان ظلال الشر لن تتركك ابدا. وخليكم فاكرين الجملة دي كويس علشان هنحتاجها كمان شوية. المهم ان بعدها شانكر وفريقه من المبرمجين والرسامين بيشتغلوا على لعبة الفيديو جيم الجديدة، وأكاشي متخصص الحركة في الفريق بيبتدي يبرمج الحركات القتالية لشخصيات الخير والشر في اللعبة عن طريق بدلة محاكاة. وعشان نفهم أكتر اللي بيحصل لازم نعرف إن طريقة اللعب هتكون بلبس بدلة التحكم في الشخصية، وأي حركة اللاعب هيعملها على أرض الواقع الشخصية جوه اللعبة هتعمل زيها بالظبط. في المجمل جيني بتقترح على شانكر إن شخصية البطل في اللعبة تكون بوشه هو، فالفكرة بتعجبه وبيوافق. ولما بيلبس بدلة محاكاة الشرير بيبتدي يعمل حركات علشان الشرير في اللعبة يقلدها، لكن الغريبة إنه بيضحك ضحكة مخيفة مع إن جيني ما حملتش الضحكة دي في ذاكرة الشخصية. ولما الفريق بيفكر في أسامي الشخصيات بيقرروا إنهم يسموا الشرير را 1 وشخصية البطل جي 1. وتاني يوم شانكر بيشرح اللعبة لمجلس إدارة الشركة وبيوري لهم قطعة إلكترونية وبيقول لهم إن القطعة دي هي قلب الشخصيات في اللعبة، وهي اللي بتدي كل لاعب قوته. وكل ما اللاعب نجح في مرحلة في اللعبة قوة القلب بتزيد، ولو القلب مش متصل بالشخصية في اللعبة الشخصية مش هتموت أبدا مهما تعرضت لضربات جوه اللعبة. لكن في المستوى الثالث من اللعبة الخير والشر كل واحد منهم هيكون معاه مسدس، هيبقى فيه رصاصة واحدة بس لازم في المستوى ده القلوب تكون متوصلة بالشخصيات، واللي هيقدر انه يسيب التاني الاول هو اللي هيفوز والشخصية التانية هتموت. وبكده يبقى القلب في اللعبة دي هو مصدر القوة والضعف في نفس الوقت. في المجمل بنشوف جيني وهي بتحط قلب جي وان في مكانه على شاحن الذبذبات. وفي نفس اليوم بالليل باراتيك بيكون ماشي في الشارع مع ابوه وساعتها واحد بيثبتهم، فشانكر بمنتهى الهدوء بيديله كل الفلوس اللي معاه، ووقتها ابنه بيتهمه انه جبان وبيسيبه وبيمشي. وفي المجمل تاني يوم بنشوف أكاشي وهو لابس جوانتي التحكم في ايد راوان، وساعتها بيتفاجئ ان شخصية راوان هي اللي بتتحكم في دراعه مش العكس، فبيقلع الجوانتي وبيرميه على الترابيزة. وهنا بنشوف ان الجوانتي بيتحرك
واللي بيتحكم فيه هو شخصية راون في اللعبة. وبعد يومين بتكون حفلة صدور اللعبة الجديدة، وبارون بيقدم عرض عن اللعبة لكل الحضور، وطبعا شانكر وسونيا مراته وابنه باراتيك بيكونوا ضمن الحضور. وبارون بيبتدي يحكي لهم عن تفاصيل اللعبة، وبيقول لهم ان شخصية راوان لما بيلمس اي حد في اللعبة بيقدر انه يغير شكله لشكل الشخص اللي لمسه، سواء كان ست او راجل، وده لانه متصل بالذكاء الاصطناعي طول الوقت. وبس يا سيدي، اكاشي بيلبس بدلة التحكم في اللعبة وبيبتدي يعمل حركات قتالية، وفي نفس الوقت جي 1 بيقلد كل حركاته وبيدخل في قتال مع راوان. وساعتها اكاشي بيتعرض لضربة عنيفة جدا. وبعد نهاية العرض كل الحضور بيبقوا راضيين جدا عن مستوى اللعبة وبيحتفلوا بإنجاز شانكار العظيم. في الوقت ده أكاشي بياخد باراتيك لغرفة البرمجة والتحكم علشان يلعب شوية، وفعلا باراتيك بيبتدي يلعب باسم لوسيفر وبيواجه روان، وبيلعب بحرفنة عالية وبيقدر انه يتغلب على روان. وبيلاحظ ان في علامة مميزة لروان بتترسم دايما في اي مكان بيكون موجود فيه. وقبل ما باراتيك يوصل للمرحلة الثالثة أكاشي بيوقف اللعبة، وهنا بقى بنشوف ان روان متغاظ جدا لانه خسر قصاد لوسيفر، وبيقول له اللعبة لسه ما خلصتش، مفيش حد يقدر يهزم روان. في الوقت ده أكاشي بيكون منبهر جدا من أداء باراتيك في اللعب، لأن مفيش أي حد من الفريق قدر إنه يتخطى المرحلة الأولى في اللعبة. وهنا روان بيقول لباراتيك ارجع للعب يا لوسيفر، وإلا أنا اللي هاجي للعالم بتاعك وهخلص عليك. لكن باراتيك ما بيهتمش بكلامه وبيسيب المكان وبيمشي. وبس يا سيدي، أكاشي بيحاول إنه يقفل اللعبة، لكن حرفيا اللعبة ما بتتقفلش، فبيخرج من قاعة البرمجة. وفي نفس اللحظة راوان بيحط ايده على الشاشة، وساعتها بنشوف انه بيجمع الاشارات الالكترونية اللي بتطلع من كل الاجهزة الموجودة في المكان. وعلى الجانب الاخر اكاشي بيبلغ شانكر بالعطل الموجود في اللعبة، فبيطلب من مراته انها تاخد ابنهم وترجع للبيت لان عنده شغل، فبتوافق. وقبل ما يمشوا باراتيك بيدي لابوه وردة وبيقول له ان اللعبة عجبته، فشانكر بياخد منه الوردة وبيروح لقاعة البرمجة، وهناك بيفتح الصندوق الإزاز اللي فيه مجسم شخصية راوان وبيحط الوردة في إيده. وعلى الناحية التانية سونيا بتكون مع ابنها في طريقهم للبيت، وساعتها بتقول له ليه ما قلتش لابوك إنك فخور بيه، فبيقول لها بابا معايا في البيت وعادي ممكن أقول له كده بكرة. في الوقت ده شانكر بيحاول إنه يقفل اللعبة لكنه ما بيقدرش. وعامة راوان بيجمع كورة طاقة وبيرميها ناحية شانكر، فبتخرج من الشاشة وبتروح بأقصى سرعة ناحية شانكر، بس بالصدفة إزازة العصير بتقع من شانكر فبيوطي يجيبها، وكرة الطاقة ما بتجيش فيه، لكن النور بيقطع في المكان كله. وبعدها الإشارات الإلكترونية بتتجمع في مجسم راوان، فشكل المجسم بيبتدي يتغير وراوان بينتقل من اللعبة للمجسم. وعلى الناحية التانية النور بيرجع وشانكر بيدور على راوان في اللعبة لكنه بيكون اختفى، والغريبة انه بيلاقي في اللعبة الوردة اللي حطها في ايد مجسم راوان من شوية. وفي المجمل راوان بيكون طلع من اللعبة وبياخد القلب الموجود جنب المجسم وبيحطه في جسمه، وبكده راوان بقى عنده قوة جبارة وبيكسر الصندوق الإزاز وبيخرج منه. ولما شانكر بيسمع صوت التكسير بيخرج من قاعة البرمجة وبيجري ناحية الصندوق فبيلاقيه متكسر وما بيبقاش فيه أي أثر لروان. ولما بيرجع لقاعة البرمجة بيلاقيها متدمرة وبيكون مكتوب على الشاشة لوسيفر لازم يموت. وعلى الناحية التانية أكاشي بيبقى في أوضة التحكم الرئيسية، ووقتها بيحط إيده على الإزاز وبنشوف روان وهو واقف على الجهة التانية، وبمجرد ما بيلمس مكان ايد اكاشي بيتحول لصورة طبق الاصل من اكاشي. وبس يا سيدي بيدخل لاكاشي وبيقول له انت لوسيفر، وطبعا اكاشي من الصدمة بيتسمر في مكانه وبيقول له لا انا مش لوسيفر. فروان بيقول له يبقى ملكش لازمة وبيرفعه بايد واحدة وبيرميه من الشباك. ولما شانكر بيشوفه بيتصدم وبيترعب لما بيشوف روان وهو واخد شكل اكاشي وبيبص له بمنتهى البرود والتحدي. في الوقت ده بقى شانكر بيحس ان ابنه في خطر فبيطلع جري من الشركة، وبعدها بنشوفه وهو سايق عربيته وفي طريقه للبيت وبيحاول يتصل بسونيا علشان يحذرها لكنها ما بتردش عليه. وعامة شانكر بيتفاجئ براون
قصاده، فبيوقف العربية وبينزل منها. وساعتها روان بيسأله انت لوسيفر؟ فشنكر من خوفه على ابنه بيقول له ايوه انا، لكن روان بيقدر يوصل لبياناته وبيعرف انه بيكذب، فبيخلص عليه. وبس يا سيدي الشرطة بتتصل بسونيا وبتبلغها بالخبر، فبتروح هي وابنها لمكان الحادث وبتشوف قوة الإنقاذ وهم بيطلعوا عربية شنكر من البحر، وهي وبراتيك بيبقوا في منتهى الحزن. على الجانب الآخر روان بيفضل يدور على لوسيفر في إنجلترا كلها لكنه ما بيقدرش يوصل ليه. أما سونيا فهي وبراتيك بيحضروا جنازة شنكر، وبعدها سونيا بتقرر إنهم يرجعوا الهند، لكن ابنها بيرفض. ولما بيعدي من مكان الحادثة وهو راجع من المدرسة بيشوف علامة روان المميزة على الأرض، فبيعرف إن هو اللي قتل أبوه. ولما بيقول لأمه ما بتصدقهوش. وفي يوم السفر باراتيك بيسيب البيت وبيهرب وبيروح للشركة، وهناك بيقابل جيني فبتديله هدية أبوه كان مجهزها علشان يقدمها له في عيد ميلاده، وبتكون عبارة عن بدلة التحكم في شخصية جي 1 في اللعبة. المهم إنه بيكلم أكاشي، وطبعا اللي بيرد عليه هو روان. وبنشوف باراتيك وهو بيسأله عن الليلة اللي أبوه مات فيها، وبيقول له أنت كنت معاه في قاعة البرمجة، إيه اللي حصل وليه مكتوب على الشاشة لوسيفر لازم يموت؟ فروان بيقول له مين هو لوسيفر؟ فبيقول له أنا بلعب دايما باسم لوسيفر. وفي اللحظة دي جيني بتكتشف جثة أكاشي، ولما باراتيك بيشوفها بينهي الاتصال وبيقول لجيني ان اكيد اللي بيكلمه دلوقتي هو روان. فجيني بتقوله لازم ترجع البيت حالا، انت كده حياتك في خطر. فبيتصل بامه علشان تيجي تاخده وبيحكي لها اللي عرفه، لكن كالعادة ما بتصدقهوش وبتركب عربيتها وبتروح له بسرعة. في الوقت ده بقى باراتيك وجيني بيقرروا انهم يخرجوا جي 1 من اللعبة علشان يواجه روان، وبيبدأوا يحملوا برنامج شخصية جي 1. في الوقت ده بيكون روان وصل قصاد الشركة، وسونيا بتبقى واقفة بعربيتها قصاد الباب. ولما بتشوف أكاشي بتتصل بجيني وبتقول لها إن أكاشي دخل الشركة دلوقتي، فجيني بتقفل معاها وبتقول لباراتيك إنها هتكمل تحميل البرنامج وإنه لازم يخرج من المكان فورا، وبتعرفه إنه هيلاقي أمه مستنياه قصاد باب الشركة. فبيطلع يجري، ولما بيشوف أكاشي بيركب العربية مع أمه وبيقول لها اطلعي بسرعة روان هيموتنا. لكن للأسف روان بيكون شافهم وبيجري ناحيتهم، فسونيا بتطلع بسرعة بالعربية وما بتبقاش فاهمة ايه اللي بيحصل. وروان بيطاردهم بأقصى سرعة وبيركب موتوسيكل وبيجري وراهم وبيقدر يوصل للعربية وبيكسر الباب، لكن سونيا ما بتقفش وبتدخل بالعربية في أتوبيس وبتعدي من الناحية التانية، وأكاشي بيفضل وراها وحرفيا العربية بتكون اتدرمغت. ولما بيوصلوا لجراج عربيات في الشارع بتوقف العربية، وفجأة بيظهر روان وبيرمي عربية ناحيتهم. وهنا جي 1 اللي بيكون نسخة من شنكر بس بقوة خارقة بيشيل العربية بمنتهى البساطة وبيرميها بعيد عن سونيا وابنها. وهنا سونيا بترجع بالعربية علشان تهرب من الجنان اللي بيحصل. وفي المجمل بيبدأ القتال بين روان وجي 1، وكل واحد منهم بيستخدم قواه الخارقة، من بقى قوة الطاقة للطيران للشقلبة في الجو، لحد ما هما الاتنين بيطلعوا على سقف عمارة عالية جدا. وجي 1 بيقدر انه يدمر خزان بخار بيكون موجود ورا روان فبينفجر فيه، وساعتها بيتكسر لمكعبات حمراء صغيرة. فجي 1 بياخد قلب روان قبل ما يقع على الأرض، أما المكعبات الحمراء فبتقع على الأسفلت وبيعدي عليها لودر فبتنغرز جوه الأرض. وعلى الجانب الآخر سونيا بتبقى في طريقها للمطار وبتتعصب جدا على ابنها لما بيحاول يقنعها إنهم ما يسافروش للهند. وفجأة جي 1 بينزل فوق عربيته، ومش بس كده ده كمان بيسافر الهند معاهم. ولما بيخرجوا من المطار سواق تاكسي بيعاكس سونيا، فجي 1 بيروق عليه. ولما أصحابه بيحاولوا يدافعوا عنه جي 1 بيقدر بقوته الجبارة انه يهزمهم في دقايق معدودة. وبس يا سيدي بعدها بيوصلوا للبيت اللي بيكون كله مليان بصور شنكر مع سونيا وباراتيك. المهم ان جي 1 بيعيش معاهم وبيحاول يقلدهم في كل حاجة بيعملوها، لدرجة ان سونيا بتبتدي تحس انه بشري مش مجرد روبوت. بنروح بقى للندن وتحديدا للمكان اللي جي 1 هزم فيه روان، ولما بتتركب هناك لوحة إلكترونية عملاقة
روان بيقدر انه يشحن طاقته منها وبيتجمع مرة تانية. ده كمان بياخد شكل الموديل الرجالي اللي في الاعلان وبيروح لشركة بارون، وبمنتهى الهدوء بيسأله عن مكان براتيك فبيرفض يقوله، وساعتها بيحط ايده على راس بارون فبيقرأ افكاره وبيعرف انه رجع لمومباي مع امه، فبيخلص على بارون وبيخرج من المكتب. وفي نفس اليوم بالليل جي وان بيقول لسونيا انهم ما ينفعش يفضلوا في مكان واحد فترة كبيرة، لان اكيد راون هيحاول يوصل لهم، خصوصا ان قلبه معاه. وبيوري لها قلب راون وبيقول لها انه نسبة نجاحه في هزيمة راون 1%، فبتقول له انا مش ههرب تاني ولازم نواجه راون. فبيقول لها وانا هعمل اللي انت عاوزاه. وعامة بعدها هما التلاتة بيروحوا لحفلة عيد ميلاد صاحب براتك. وبعد شوية جي وان بيحس ان راون قريب منهم، فبيقول لسونيا روان قريب مننا، خدي براتك وامشي بسرعة. وبعد لحظات بيشوفها وهي ماسكة ايد براتك وخارجة من المكان. في المجمل سونيا بيكون معاها ابنها وبتبقى سايقة العربية بسرعة، فبراتك بيقول لها لازم نرجع لجي 1. وهنا بقى بنكتشف ان اللي في العربية هو روان بعد ما قدر انه يلمس سونيا وياخد شكلها. وعلى الجانب الاخر لما جي 1 بيرجع للبيت بيلاقيه متدمر، وفجأة التلفزيون بيشتغل وبيشوف روان وهو بيقول ان الام وابنها معاه وان سونيا بقت تحت سيطرته، وانها دلوقتي موجودة في قطر بيتحرك بأقصى سرعته ومش هيقف في اي محطة لحد ما يوصل لاخر محطة، وساعتها هيعمل حادثة رهيبة. اما براتيك فهو موجود معاه في المكان اللي بدأوا فيه لعبتهم مع بعض وبيقول له اختار تنقذ مين فيهم. وعامة جي 1 بيقرر انه ينقذ سونيا الاول وبيروح لمحطة قطر ماندرا، وهناك بيقدر يوصل للقطر اللي بيتحرك بأقصى سرعة وما بيقفش في أي محطة. وبنشوف جي 1 وهو بيستخدم قدراته الخارقة وبيمشي على جسم القطر من بره وبيفضل يتنقل من عربية للتانية لحد ما بيقدر يوصل لكابينة السواق. وهناك بيشوف سونيا وهي بتزود سرعة القطر فبيحط ايده على راسها، ووقتها بتتحرر من سيطرة روان عليها. وبعدها جي 1 بيقف قصاد القطر وبيقدر يوقفه قبل ما تحصل كارثة. في المجمل سونيا بتطلب منه يوعدها انه هينقذ ابنها، فبيوعدها وبيسيبها وبيروح للشركة وتحديدا لقاعة البرمجة. وهناك بيكون براتيك متكتف لكنه بيقدر يحرر نفسه وبيحاول انه يوصل اللعبة بالانترنت. في الوقت ده جي 1 بيرمي لروان القلب فبياخده منه وبيركبه في جسمه، وطبعا جي 1 بيكون عمل كده علشان لما بيوصلوا للمرحلة الثالثة يضرب روان بالرصاص ويخلص عليه. لكن بتكون قصاده مهمة صعبة جدا وهي انه يستحمل ضرب روان لحد ما يوصلوا للمرحلة الثالثة. وفعلا بيبدأوا اللعبة وبراتيك بيتحكم في حركات جي 1، لكن روان بيوجه لجي 1 ضربات عنيفة جدا لكنه بيتحمل وبيدافع عن نفسه. ولما روان بيضرب عليه كرات الطاقة جي 1 بيمسك مراية وبيرفعها قدام جسمه، فكرة الطاقة بتيجي فيها وبترد مرة تانية في روان، وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض لحد ما بيوصلوا للمرحلة الثالثة. فبيدخلوا هما التلاتة جوه سيستم اللعبة، وجي 1 وروان كل واحد منهم بيكون معاه مسدس. وبس يا سيدي روان بيضرب الرصاص على جي 1 فبيقع على الأرض وما بيتحركش، فبراتيك بيجري عليه وبيركب له القلب اللي كان شايله معاه. وساعتها جي 1 بيشتغل مرة تانية، لكن روان بيقول لبراتيك انا ما بموتش زي ما انت كنت طلبت من ابوك انه يصممني، ولو فاكر ان جي 1 يقدر يضرب عليا نار فصدقني مش هيقدر. وفي اللحظة دي روان بيظهر حواليه 9 في نفس شكله بالظبط وبيقولوا لجي 1 حاول تعرف مين فينا الحقيقي لو تقدر، وكلهم بيقفوا صف واحد وبيقربوا من جي 1 وبراتيك، وواحد بس منهم بيكون ليه ظل. وهنا براتيك بيفتكر جملة ابوه عندما تبيع روحك للشيطان ظلال الشر لن تتركك ابدا، فبيعرف ان ابوه قال له حل لغز اللعبة في الجملة دي. وعامة براتيك بيقول لجي 1 اضرب النار على صاحب الظل فبينفذ اللي طلبه منه. وهنا اخيرا روان بيتدمر، وساعتها جي 1 بياخد كل المكعبات الحمراء في جسمه وبيقول لبراتيك دلوقتي مهمتي خلصت ولازم انا كمان ارجع للمكان اللي جيت منه. فبراتيك بيقول له خليك معايا وما تحرمنيش من ابويا مرة تانية، فجي 1 بيقول له ابوك هيفضل عايش في قلبك
طول الوقت، وبعدها هو كمان بيتفكك لمكعبات صغيرة، فباراتيك بياخد قلبه. وبعد 6 شهور بنشوف إن سونيا وابنها رجعوا مرة تانية للندن، وإن باراتيك بيحاول إنه يبرمج شخصية راون مرة تانية، ولما أمه بتنادي عليه بيخرج من الأوضة، وهنا راون بيرجع مرة تانية لأرض الواقع. وبيخلص الفيلم وبس كده، سلام.